السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في آخر أيام رمضان. انتهى رمضان وانتهى الصيام. إن شاء الله في آخر رمضان حنسأل أسئلة. ماذا بعد رمضان؟ كيف نستفاد من رمضان لكي نعبد الله ونتقرب منه بعد رمضان ونواصل في الصلاة والصوم؟ وإن شاء الله استنونا ومع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ اسمي فاروق محمد. فاروق محمد، ما شاء الله. فاروق عمر الفاروق. الله يكرمك. ما شاء الله، اسم جميل والله. يديك الصحة. أول مرة بسمع به في شارع وكذا، يعني دائما بسمع به بس عمر الفاروق وكذا. أيوة اسم نادر. ما شاء الله. من وين؟ من السودان. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ربنا يسهل السودان، وإن شاء الله يثبتها بإذن الله إن شاء الله. يعني إن شاء الله بدأنا نقول رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. نعم. فبتمنى يعني ربنا يعيد الأمن والاستقرار في السودان. ويعيشوا في أمن وأمان وسلام إن شاء الله. إن شاء الله. فاروق، عندنا سؤال يعني مهم جدا. أوكي. السؤال: نعم. كيف أستفيد من رمضان لكي عشان أواصل في العبادة والتقرب إلى الله بعد رمضان؟ يا سلام، كلامك جميل وحلو. رمضان ما شاء الله يعني في التقرب لله. مثلا يعني ناس شنو بتكون بتقرا القرآن، ومثلا حتى الصلاة بيكون شنو في صلاة تراويح، وهنا يعني في زيادة في العبادات، وفيها مثلا قيام الليل. وبالذات هسه هنا في الأيام الأخيرة عندك اللي هو صلاة التهجد. نعم. يعني دي برضه يعني فيها أجر كثير يعني. رمضان ونتمنى يعني بعد رمضان حتى يكون شنو يكون الواحد يعني عنده فرصة كده، يعني زمن قصير إن شاء الله يفتح فوقه كتاب القرآن، يتلي شوية. وهنا في بعض الناس يقول لك بعد رمضان مثلا ما عندهم فرصة، بيكونوا مشغولين بالعمل كده. فلكن نتمنى يعني انت يعني قضي نفسك ان شاء الله 5 دقائق، يعني لو انت قريت آية من القرآن فيها أجر كبير ومبارك يعني. نعم. ما شاء الله. الله ينورتنا. برضو أسألك آخر سؤال كده. تقدر يعني ممكن تقرأ لنا أي آية من القرآن ولا آذان يعني؟ لا، ممكن نقرأ لك آية. تفضل. أنا طبعا سورة الإنسان ده بقرأه يعني. أي سورة؟ يعني بحب. ممكن نقرأ لك سورة الإنسان. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا سبحان الله. سمعت أن هلتها سورة الإنسان. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم، كل صباح كان يقرأها. سبحان الله، فيها خير عظيم. ولو تفكرت فيها يعني هي سورة ما شاء الله والله. يعني أقول لك شنو، يعني مبروكا لك لمعرفتها وحفظها ما شاء الله. الله يكرمك. والله هذه نعمة من الله، وإن شاء الله ده خيرك جائزة. بارك الله. إن شاء الله. معلش بس عندنا إن شاء الله مسبحة ما شاء الله، وعندنا برضو ساعة. اللهم إن شاء الله تختار يا أيهما يعني يأتوا تختار يعني إن شاء الله. اختار واحد من دول. والله أنا أختار الساعة لأنه أنا أوريدي عندي مسبحة. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك مشاركتك إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله سنذهب إلى السودان غريبا وهي آمنة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله مرة ثانية بقول ربنا يعيد الأمن والاستقرار إن شاء الله رمضان الجاي
قد نكون في السودان او قبله باذن الله. لا ان شاء الله يعني رمضان الجاي يكون السودان في امن واستقرار ان شاء الله، لا خوف عليهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يعني. رمضان مبارك. يبارك ايامك يعني. كيف كان رمضان بس في نهايه رمضان؟ والله هي رمضان سمحة شديد، انه هي رمضان شهر التوبة والغفران. يعني طبعا يعني ليلة القدر ذات جاء الناس كثير يعني تصلي وتذكر ربها، لانها هي شهر عظيم جدا جدا. وحتى يعني بعد رمضان ذات الناس تحاول تصلي، يعني ما بتنقطع من الصلاة. والبعد كمان يعني الصلاة هي عماد الدين، ومن تركها وقد كفر. الصلاة يعني حاجة سمحة شديدة، يعني هو الصلة الوحيدة التي بربطك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هي شهر عظيم وشهر مبارك. ما شاء الله. داير اسالك برضه سؤال كده ان شاء الله. طبعا نحن قاعدين في نهايه رمضان، يعني كيف الزول يستفيد من انه رجع لربنا وقاعد يقرا، كان يقرا قران ويصلي صلوات وكذا لبعد رمضان، كيف يواصل في العباده دي؟ كيف يعني؟ والله حتى يعني انت تواصل حتى بعد رمضان، انه تواصل انه بنية طيبة تصلي، يعني ما تنقطع من الصلاة. فهمت؟ يعني تحاول تذكر ربك كثير وكده، وان شاء الله يعني هي شهر عظيم والامور بتمشي ان شاء الله. ما شاء الله. عشان ان شاء الله نودع رمضان، ممكن تقرا لنا آية كده من القرآن كده تنورنا بها ان شاء الله؟ خلاص ان شاء الله. لحظة بس، طبعا ما حافظ. ابشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله. ربنا ينيرك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا في العباده والتقرب من الله بعد رمضان برضه ان شاء الله. بمشاركتك معنا وتلاوتك الجميله داير نخيرك هديه ان شاء الله. اختار انت تمسك الميكروفون ان شاء الله. اختار ايهما تريد ان شاء الله. عندنا ساعه وعندنا مسبحه، يا تختار ده يرجع عليك ان شاء الله. لا انا طبعا اكيد عندي الساعه، لكن بشيل المسبح لانه بسبح لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. هذا شيء المسبحه عشان اخترت مسبحه لانه برضه حنديك الساعه. لا شكرا كثير. طبعا زي ما شايفين. الله يفيك. والله دار تقول اي شيء للجمهور؟ والله جمهور الصلاه هي السله الوحيد، لازم تصلوا كده. والحاجه الثانيه ما تنسوا يعني ضروري اعملوا مشاركه واعملوا لهم متابعه، وطبعا شنو شيروا الشغل فجروا الشغل يا شباب. تسلموا كثير. زي ما قال لكم الصلاة أهم شيء. يعني أقل شيء زول يواصل في الصلوات الخمسة بعد رمضان، وإن شاء الله في نتقابل قريب إن شاء الله. شكرا لك إن شاء الله. اسمك الكريم؟ اسمي عبد الله. عبد الله ما شاء الله. من وين عبد الله؟ عبد الله أنا من السودان الفاشل. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ربنا برضه إن شاء الله قريبا عاجلا إن شاء الله ينور السودان ويصلح الأرض إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك شنو يا قاسم؟ كيف الأمور؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله يا أخي نورتنا والله. بنورك والله. ليل يا برضه عشان نودع المشاهدين بحلقات كده يتذكروها، ممكن تقرا لنا أي آية من القرآن وإن شاء الله، ولا يعني نورنا بها إن شاء الله عشان نودع بها الصايمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
والله نورتنا بصوتك الجميل ده والله يا سمير. هو والله ما شاء الله. شكرا لك لمشاركتك. المره اللي فاتت هناك مسبحه، المره دي نديك ساعه ان شاء الله. حبيبي والله تسلم حبيبي، والله. لكن ليس ساعتين يا مان. لا ما فيش كلام، شرفني ان شاء الله. تسلم يسالك والله اكثر يا ان شاء مان، الله.